20 حقيقة غريبة عن أنمي ون بيس قد تكون لم تسمع بها. في لقاء مع أوتشيرو أودا قال أن شخصية جوكو بطل سلسلة دراغون بول كانت الملهمة لشخصية لوفي. لوفي هو القرصان الوحيد الذي استطاع الدخول والهروب من 3 مؤسسات لحكومة العالم. زورو هو أول عضو انضم للطاقم، وهو العضو الوحيد الذي كان لوفي يبحث عنه ليضمه إلى طاقمه. رغم أن اللحية البيضاء ليس لديه لحية، فقد سمي باللحية البيضاء، وذلك بسبب عدم وجود كلمة شارب في اللغة اليابانية. لقد بكى أودا ذات مرة وهو يرسم لحظة حرق سفينة جوينغ ماري. على الرغم من قوتهما المتقاربة جدا، إلا أن لوفي لم يستطيع هزيمة آس في نزال فردي أبدا. عندما تم سؤال أودا عن ما هي فاكهة الشيطان التي يريد تناولها إذا ما كان بإمكانه، أجاب بأنها فاكهة نيكو روبن، وذلك من أجل مساعدته على كتابة المانجا. في البداية كان من المخطط أن يحصل لوفي على قبعة القش من غارب وليس من شانكس. زورو هو ثالث أشهر شخصية أنمي في اليابان، بينما لوفي احتل المركز الأول. بدأ عرض أنمي ون بيس في 20 أكتوبر عام 1999. قامت سبيستون بدبلجة 104 حلقات من أنمي ون بيس عام 2008، ولكنها قررت التوقف عام 2010 ولم تقم فيما بعد بدبلجة أي حلقة من أنمي ون بيس. تم التصريح بأن أم آس حملته في بطنها 20 شهرا، 5 أشهر قبل إعدام روجر و15 شهرا بعد إعدام روجر. لقد فارقت أم آس الحياة مباشرة بعدما ولدت آس، وذلك لأنها حملته في بطنها 20 شهرا. لقد كان لوفي سباحا ماهرا قبل أن يأكل فاكهة الشيطان، ولكنه فقد مهاراته في السباحة بسبب تأثيرات الفاكهة. روجر هو أول شخصية تظهر في القصة يحمل حرف دي في اسمه، كما أنه أول شخصية يتم الإفصاح عن اسمها في القصة. في أحد المقابلات صرح أودا بأن لوفي وزورو متساوين في القوة، ولكن هذا الكلام كان قبل السنتين. لقد كان طول لوفي في بداية القصة هو 1.72 سنتيمتر، ولكنه تغير مع الوقت ليصبح 1.74 سنتيمتر. وفي أنمي ون بيس غالبا ما يدل طول الشخص على مدى قوته وتطوره. نامي هي أذكى شخصية في طاقم قبعة القش. الحد الأقصى للأيدي التي يمكن لروبن أن تظهرها هو 1000 يد فقط. نامي أصبحت قرصان وعمرها لم يتجاوز 10 سنوات حتى. بروك هو العضو الوحيد الذي كان قائدا لقراصنة قبل أن ينضم إلى طاقم قبعة القش، كما أن أودا صرح بأنه قد كان ينوي ضم هيكل عظمي إلى الطاقم قبل ظهور شخصية بروك بكثير. أوسوب هو رابع شخص في الطاقم استعمل هاك التنبؤ. إلى هنا نكون قد وصلنا إلى نهاية هذا الفيديو. لا تنسى الضغط على زر إعجاب والاشتراك في القناة.